ضيوفنا الكرام، آبائي الأعزاء، أيها الحضور، خير ما نحييكم به تحية أهل الجنة، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى مسامعنا بودرة الصديق، فليتفضل مشكورا. لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هي المحطات التي يتوقف عندها قطار العمر، وقليلة تلك التي تفقد الكلمات لرسمها ويعجز اللسان عن وصفها. إنها لحظة لقاء وللعمر بقية. إنها لحظة لقاء المعلم وتلامذته، تلاميذ ذات يوم كانوا صغار، وذلكم هو الشيخ بن النعوم، الشامخ شموخ العلماء، والبسيط بساطة أولاد نايل، والطيب طيبة المؤمنين. سيدي الفاضل، أستاذي، أكرمنا الله بلقائك، فكرمتنا بحضورك، وكرمناك بحبنا، ولن نفي أبدا حقك، ولن نفيك أبدا حقك. إنها الانطلاق لهذا الحفل المتواضع، والذي سنستهله بكلمة ترحيبية لابن المنطقة بن قطاف الأخضر، فليتفضل مشكورا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
الحمد لله الذي جعل العلم نورا يهتدى به في كل من أمري الدنيا والدين، وأداة مثلى لخشية رب العالمين، حيث قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أيضا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أيها السادة الحضور، باسم سكان منطقة الخرزة أرحب بضيوفنا الكرام وأقول لهم: حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وطبتم وطاب ممشاكم بمنطقة الخرزة. الخرزة الجريحة بانطفاء مصباحين من مصابيح العلم والهدى، كان يفتخر بهما في مثل هذا اللقاء، وهما المرحومين سي عبد اللطيف السايح والحاج بالقاسم سعدودي، تقمدهم الله برحمته الواسعة، آمين. هذان الرجلان اللذان كانا على أثر أسلافهما من قبلهما، الحاج مليكي. هؤلاء جميعا جعلوا من هذه المنطقة روحي وحضاري متميز، حيث كانوا حريصين على إخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، فجزاهم الله جميعا خير الجزاء. ولا أخفي عليكم اليوم أننا نشعر مفاجأة لأقبلت نحو وحده عمره. هذا اليوم الذي نحيي فيه ذكرى فريدة من نوعها في عصرنا هذا الذي انشقلت فيه القلوب بشتى أنواع الفتن. هذا اليوم الذي نكرم فيه أبا روحيا كان أول من أوقد مصباح العلم الحديث بمنطقة سيدي عامر، حيث هو الذي رفع الطبشور لأول مرة ليجدد بذلك كلمة التوحيد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أيها الأستاذ الفاضل المحترم بن نعوم مخلص، يا من زرعت نواة العلم بربع هذا الوطن، فكانت النواة المثمرة حقا، وكان النور الذي يستضاء به، فألبست شباب المنطقة حلة من أقل الحلل. ويصدق في ذلك قول الشاعر: ألبسته منك نورا يستضاء به، كما أضاء ضواحي مزنه القمر. وإذ أننا اليوم نمجد أستاذنا وأبينا بألفاظ متواضعة، فلا نرقى بذلك إلى ما مجده به الله تعالى ورسوله وأئمة الأمة الإعلام، حيث قال تعالى: ويرفع الله الذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وقال أيضا:
صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. أما قول الإمام الغزالي صاحب الإحياء فيقول: أما عموم النفع أي نفع العلم فلا يستراب فيه، فإن نفعه وثمرته سعادة الدنيا والآخرة. وأما شرف المحل فكيف يخفى والمعلم متصرف في قلوب البشر وتقويمهم، وأشرف موجود على الأرض جنس الإنس، وأشرف جزء من جواهر الإنسان قلبه، والمعلم مشتغل بتكميله وتجليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله عز وجل. فتعليم العلم من وجه عبادة لله تعالى، ومن وجه آخر خلافة لله تعالى في الأرض، وهو من أجل خلافة الله، فإن الله تعالى فتح على يد العالم العلم الذي هو أخص صفاته، فهو كالخازن لأنفس خزائنه، ثم هو مأذون له في الإنفاق منه على كل محتاج إليه. فأي رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه تعالى وبين خلقه في تقريبهم إلى الله زلفى. وحيث أننا علمنا من خلال هذه الحقائق رتبة معلم العلم، فإننا نقر بعجزنا عن مكافأته على صنيعه، ولا يسعنا إلا أن نلجأ إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافوه، فإن لم تستطيعوا فأدعوا له حتى تظنوا أنكم كافأتموه. ونحن لا نملك إلا هذا الأخير، فنقول لشيخنا وأبينا: جزاك الله خير الجزاء، ووفقك للهدى، وجنبك الردى، ويسرك للخير حيث كان، آمين. وبالمناسبة فإنه تقرر إطلاق اسم الأستاذ بن نعوم مخلط على المدرسة الابتدائية الجديدة الموجودة بحي أولاد النعم، تكريما لأستاذنا الفاضل. وبهذه المناسبة فلا يفوتني أن أشكر جزيل الشكر لمن كان سببا في هذا اللقاء المبارك، وهو الحاج عبد القادر الحديدي ومنظميه والقائمين عليه والحاضرين إليه. والسلام عليكم ورحمة الله.